السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نعمل صينية السردين في الفرن. تابعوا معايا الفيديو الاخر ان شاء الله يعجبكم. متنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. قناة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان، وكمان انا لسه عاملة قناة جديدة على التيك توك. تابعوني باللايك وتفعيل زر الجرس، نفس اسم القناة اكل زمان في مطبخ ايمان. اول حاجه انا جبت السردين، ده عباره عن كيلو سردين. انا نضفت كويس جدا القشر اللي فيه. انا كنت هشيل بصراحه الراس، بس ايه كده كده الراس ما بتتاكلش، الراس تبقى ما فيهاش حاجه. إيه ممكن تشيلي الراس وكمان تنضفيه من جوه، بس انا لقيت وانا بشيل الراس السردينه بتتهرى معايا. تمام، فانا رشيت ما كملتش شيل الراس بتاعتها. فانا نضفتها بس من القشر اللي فيها، وحطيتها في مصفى كده ونزلت عليها رشه ملح وسبتها شويه. تمام، وحضرت بقى معايا التتبيله بتاعتي عباره عن 3 معالق توم و3 ليمونات. خدي بالك صينيه السردين دي بتحب الليمون جدا، يعني كل ما تحطي لها ليمون تبقى حاجه يعني طعمها حلو كده. وحطيت كمان في الطبق ده، حطيت فيه توم وليمون وكمون وشطه وملح، بس بقى كده. تمام، هديها بقى تقريبا. عايزه بقى تزودي اي توابل اللي انت عايزاها براحتك خالص. بحط بقى السردين شويه كده شويه، واروح حاطه عليهم الثوم، واديها تقليبه بالشكل اللي حضرتك شايفاه معايا كده. ولو وصلت لحد هنا، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسيش اللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قناه اكل زمان في مطبخ ايمان. شايفين السردينه ديت؟ انا شلت منها الراس بس، ببص لقيتها اتهرت، فما كملتش بقى في السردين الباقي. سبت بقى في التتبيله شويه، وبعدين حضرت بقى شويه بطاطستين 3 كده براحتك حسب اللي انت عايزاه، حلقات. وعملت طماطم حلقات وفلفل حلقات، وكمان اللهم صل على النبي، ليمون حلقات. تمام، رصيت اول حاجه في الصينيه معلقه زيت، وبعدين حطيت البطاطس برص بقى الفلفل والطماطم. وحد بالك لو وصل لحد هنا كده يقول لي انا نسيت تمام، في حاجه المفروض احطها بس انا نسيتها وهفتكرها بعدين. تمام، بعدين رصيت بقى الطماطم، وكمان اديتها شويه معلقه من التتبيله اللي احنا عاملينها دي. وبرص بقى السردين بالشكل اللي انت عايزاه ترصي. عايزه كمان صينيه مش مدوره مستطيله براحتك، وترصي بقى السردين بالشكل ده كده، كل واحده جنب التانية. وشويه التتبيله دي حطيها عليها كده بتبقى جميله. وتحطي بقى كمان اللهم صل على النبي، الفلفل، بقيه الفلفل والطماطم بالشكل الجميل بتاعنا ده. صينيه عسل زي القمر ما شاء الله، الله اكبر، تتاكل كده اكلي خراشي. ايه الجمال ده وايه حلاوتها دي! بس وبعدين تحطي بقى حلقات الليمون. بصي السردين بيحب الليمون، هو اللي بيحب الليمون او احنا كمان بنحب الليمون. تمام، بس كده هسيبها بقى شويه، وبعدين ادخلها على الفرن. طبعا افتكرت، يا نهار ابيض، ده انا نسيت حلقات البصل. فرجعت جبت حلقات البصل، وابتديتني بقى ادخلهم كده بالراحه واحده واحده بين السردين اللي تحت. والله كان انا عليا اشيل كل الحاجات دي، بس يلا خلاص بقى كده. دخلتها الفرن واستوت وبقت جميله وعسل، وريحتها قلبت والله العظيم تلاته الشقه. وتطلعي كده على السلم تشميها. الناس المفروض اصلا تحط اطباق كده وتقول لي نتغدى معاكم، اقول لهم والله اتفضلوا، بس هم ما عملوش كده. مش مشكله. المهم بصي بقى، نفتح كمان معاكم السردين كده مستوي، والبطاطس كمان مستويه، حاجه كده عسل. بالعيش بقى جنبها طبق سلطه، حتى ما عملتيش طبق سلطه، هي اصلا على وشها طبق سلطه، هي كلها فيها سلطه. وبكده وصلنا لاخر الفيديو. كانت معكم ايمان هلال، قناتي ومطبخي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. وكمان بوريكم البطاطسايه استوت.